مساء الرزق الوفير ببركة أسماء الله الحسنى، وأيضا الأحجار الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها للإنسان وأودع بها طاقاتها. فإذا دمجنا طاقة الحجر مع آيات أو أسماء الله الحسنى والآيات القرآنية راح تصير طاقة مباركة جدا جدا، ممكن تجلب لنا البركة لحياتنا وتسهل لنا الأمور. وهذا شيء يعني لا هو سحر ولا هو شيء مو زين، بالعكس هي أسماء الله الحسنى زين مخطوطة على أحجار كريمة الله خالقها، فماكو أي شيء سلبي بالموضوع. لكن البعض يحب يخلي الناس تبقى متفوقرة، تبقى تعيسة بحجة هذا حرام وهذا ما يصير وهذا شرك بالله، وهي كلها رب العالمين سخر للإنسان. لكن يجون بعض المستشرفين يسوون نفسهم هم مطبقين الإسلام ويحرم عليك حتى تبقى بدائرة الفقر وتبقى تعاني طول حياتك، وهو الحلول كلها بسيطة والله مسخرها لك وبمتناول إيدك، بس بسبب هذول يعني العقول، هاي العقول اللي تبعد الناس عن أي شيء إيجابي وتخليهم عايشين بالتعاسة والفقر. فعلى كل حال عندنا هذه الأحجار اليمانية، العقيق اليماني. وللعلم الرسول أوصى بالعقيق اليماني، وكان الرسول وأهل بيته وأمير المؤمنين وآل البيت كلهم يرتدون الأحجار الكريمة. موجودة رواية تقدرون ترجعوا لها بالجوجل وتشوفون كل إمام يرتدي خاتم معين ومخطوط عليه فد ذكر معين من أمير المؤمنين لحد يعني كل المعصومين سلام الله عليهم موجودة. وأيضا أحاديث للرسول عن العقيق وعن الفيروز ذاكرها الرسول، لو كانت يعني خرافة أو كانت مثلا ماكو هذا الشيء ما كان أكد عليها الرسول والأئمة أيضا ارتدوها. زين لو كانت بتفيد الإنسان ليش آل البيت يرتدون خواتم؟ رجعوا للجوجل وشوفوا الروايات اللي واردة عن آل البيت وخواتمهم وشنو مخطوط عليها. تمام. فعندنا هنا خاتمين مفيدة طبعا للوفرة المالية، للرزق. اي نعم للرزق. زين اذا للرزق ليش ما تبقيها عندك؟ عفوا، مثل بعض المتحذلقين انا عندي هذا، هاي خاتم، هذا خاتم مالتي. تمام. فما يصير ما البسن كلهن، ما يصير انه البسن كلهن، فلازم هم نخلي الناس تستفيد. زين ننشر هذا العلم حتى الناس تستفيد من عنده. فللبركه نعم، للبركه، للرزق نعم. انت مثل ما تقول يا رزاق يا رزاق يا رزاق حتى الله يرزقك، تقدر تكتبهم بدل ما تكتبها بورقه تخليها بجيبك، يعني تنحتها على خاتم زين وترتديه. شنو المشكله بالموضوع وشنو الشيء يعني اللي ما مقتنع به؟ فعندنا هذا للبركه، للوفره الماليه. زين جدا اتفائل بالخاتم اللي يخص الرزق، كلش اتفائل به. وايضا هذا للوفره الماليه، وايضا للحفظ، يعني حمايه، يعني نقول لحمايه للرجل مثلا، للمراه اذا شغلها بنوع من الخطوره مثلا، اكثر شيء الرجال يعني مثلا اذا شغله على الحدود مثلا، او هو يشتغل مواضيع يعني مكانات مثل، او سائق تاكسي يسافر مثلا بين مكان ومكان، فيفيده هيك خاتم للحفظ وايضا للرزق بنفس الوقت. زين عندنا هذا الخاتم لونه احمر، وعندنا هذا المشمشي. تمام. ومنظفات طبعا، هذه الخواتم والاحجار اللي عندي كلها منظفه بالطاقه وكلها مختومه بالطاقه وما تمسها الايدي، لانه الاحجار الكريمه ما يصير كل واحد يجي يلزمها، لانه المسحور المحسود هذا ينتقل طاقته للحجر. وننوي للناس الطيبه كل الخير والرزق باذن الله.